مساء الخير، ازيكم؟ عايزين نبتدي ناكل البيبي وفي اسئله كتير قوي في دماغنا. قوام الاكل يبقى عامل ازاي؟ ادي البيبي قد ايه ميه؟ كميه الاكل عامله ازاي؟ ايه ترتيب الاكل وانا بدخله؟ ايه علامات الحساسيه اللي المفروض اخد بالي منها؟ كل ده ان شاء الله هنجاوبه النهارده في الفيديو. نمره واحد، علامات الاستعداد الاربعه قبل ما تبتدي الاكل مع البيبي. انه نمره واحد يبقى مسنود، بيقعد مسنود، تقدري تقعديه سند على مخدة الرضاعة او على السترولر، سوري، على الباونسر او الكرسي بتاعه انت مقعداه عادي. نمرة اتنين، لازم يكون الطفل بيعرف يرفع راسه لوحده. لو الطفل مش قادر يسند راسه هو لسه مش جاهز لأي أكل. نمرة تلاتة، لازم يكون الطفل بدأ يستكشف العالم ببقه، بدأ يمص صوابعه، بدأ ياخد اللعبة يحطها في بقه وهو كده متحمس ان هو ياكل. نمرة أربعة، لو شاف معاكي أكل أو أي حاجة، حتى لو مش أكل، عادة بيبقى الريموت حاجات غريبة بيحبوا يحطوها في بقه، تلاقيه متحمس جدا وبيفتح بقه وعايز ياخدها، ده ولد جاهز ان هو ياكل. السؤال التاني، ايه العمر المناسب اللي ابتدي منه الاكل؟ اي طفل ممكن يبقى جاهز ان هو ياكل من اول 4 شهور واسبوع. خدي بالك، مش 4 شهور بس، لازم يبقى عدى عليه 17 اسبوع من الولادة. يعني بعد تطعيم الرابع باسبوع، عشان في ساعات ستات بتتلخبط تقول بعد ما يعدي 4 شهور ولا في اول الشهر الرابع. لا، طالما عدى على الطفل 17 اسبوع يعني تطعيم الرابع عدى من شهر، من اسبوع، خلاص هو جاهز ياكل. ده اقل سن، ما تاكليش تحت كده. المفروض الصح ايه؟ الصح الطفل ياكل من الشهر السادس. ده كلام مين؟ ده كلام منظمة الصحة العالمية وكلام الامريكان اكاديمي اوف بيدياتريكس، اللي هي الجمعية الامريكية لطب الاطفال، ونظيرتها بقى الكندية والاسترالية وجمعيات تغذية كتير. ليه الافيد ان الطفل ياكل من السادس؟ عشان انا عايزاه يستفيد من لبن الام كل الفترة اللي قبل كده. اي وجبة هتقدميها للطفل، سواء بطاطس، بطاطا، خضروات، مهما كانت مفيدة، لبن الام بيوفرها، بيوفر النشويات اللي فيها، بيوفر البروتين فوقيها، بيحط عليها الياف، بيحط عليها خمائر، اجسام مضادة للمناعة، فيتامينات ومعادن. فالطفل بيوصل له وجبة اعلى كتير قوي من اي شوية خضار هتديهم له. فبالتالي الصح لو عايزه تحافظي على مناعه الطفل لقدام، ان اول 6 شهور اكسكلوسيف بريست فيدنج، يعني بس بيرضع طبيعي، بس مش ازيد من كده. لازم الطفل بعد السادس ياكل. ليه؟ لان لبن الام نسبه الفيتامينات اللي فيه بتقل جدا، بالذات فيتامين اي، وطبعا الحديد بيقل. فلازم من السادس ابتدي ادخل اكلات غنيه بفيتامين اي والحديد، دي اكتر حاجه انا محتاجاها. طيب امتى نقول ان الطفل احسن له ياكل في الرابع، او نشجع انه اوكي ممكن ياكل في الرابع من بداية من ال17 اسبوع او الرابع؟ نمرة واحد، لو طفل عنده حساسيات، وزنه ما بيزيدش، محتاج دعم جنب الرضاعة، فالاكل بالنسبة له ممكن يبقى مفيد. نمرة اتنين، لو ام نازلة مثلا الشغل، محتاجة تسند الرضاعة بحاجة تانية، فممكن تبتدي تدخلي أكل من الرابع. نمرة 3، لو طفل بيرضع صناعي أصلا فأنت تقدري تدخلي الأكل من الرابع. لو طفل بيرضع طبيعي مع صناعي، الأحسن إن أنت تدخلي الأكل بدل الرضع الصناعي. فبالتالي أنت بتحافظي على الطبيعي زي ما هو، وبتدخلي الأكل بدل الصناعي، ومع الوقت مع قلة الصناعي اللبن بتاعك بيزيد والطفل إقباله على الطبيعي بيزيد، فبتحافظي أطول فترة ممكنة على الرضاعة الطبيعية. طيب السؤال اللي بعد كده المهم جدا، اما اجي اكل الطفل اتاكد ازاي ان ما جاتلوش حساسيه؟ اي صنف بندخله للطفل، سواء كان اكل خضار، فاكهه، نشويات، اي حاجه، او حتى توابل، لو بتحطي كمون، ليمون، قرفه، اي حاجه بتحطيها للطفل، لازم تجربيها لمده 3 ل 5 ايام. يعني مثلا هديله البطاطس، اول 3 ايام هياكل بطاطس بكميات صغيره. خدوا بالكم في اطفال بيجيلها حساسيه من البطاطس، قليلين بس بتحصل. هتدخليها بكميات صغيره وتتابعي الطفل تشوفيه عنده اي علامات للحساسيه ولا لا لمده 3 ايام. مثلا بعدها عايزه تدخلي الكمون، يبقى هتحطي الكمون على البطاطس اللي انت اصلا مجرباها، اوكي، وتشوفيها لمده 3 ايام. في حاجات بتاخد 5 ايام مش 3 ايام علشان تتاكدي وتجربيها. الحاجات اللي فيها تحسس زياده، مثلا القمح، مثلا لو بتدخلي شوفان، في بعض الفواكه زي مثلا الموالح، البرتقان والكلام ده، مثلا لو بتاكلي فراوله، لو بتدخلي بيض،
الحاجات دي بالذات، وبالذات بياض البيض ممكن تستني عليهم 5 ايام بدل 3 بحيث تبقي متأكدة. البقوليات برضو لما تدخل بنستنى عليها شوية، 5 ايام. طيب ايه علامات التحسس اللي انا لو شفتها لازم اوقف الاكلة دي؟ نمرة 1 انه يكون الطفل بيطلع له اي راش او حبوب مكان حوالين الفم، او عند الرقبة، بالذات عند الرقبة، او جلده بينشف، او حبوب او احمرار في الجلد نفسه، او علامات على الجهاز الهضمي زي مثلا ان الطفل يبتدي الارتجاع اللي عنده يزيد قوي. المفروض على السادس يكون الارتجاع قل كتير، فاذا لقيتيه بيزيد يبقى ده تحسس. اذا لقيتي فيه اسهال، اذا لقيتي فيه امساك شديد، هو طبيعي مع دخول الاكل الاولاد بتمسك شويه، بس امساك شديد والطفل ما كانش متعود على كده، لا معلش راجعي الاكله اللي انت دخلتيها. اخر حاجه التهابات الحفاض، وغالبا التهابات الحفاض لو بسبب حساسيه هتلاقيها دايره حوالين فتحه الشرج. مش كل المكان متحسس، لا، المكان اللي بيخرج منه الستول البراز اعزكم الله، حواليه الجلد نفسه بيبتدي ايه ينشف ويحمر، فدي علامه ان ممكن ايه الطفل يتحسس منها. اخر حاجه للتحسس، ودي نادره جدا بس بعد الشر اخطر حاجه، ان انت تلاقي الطفل وشه ورم او شفايفه ورمت، دي تجري جري على الطوارئ، لان دي معناها ان في تحسس شديد والمجرى الهواء نفسه بدأ يتسد. بعد الشر بعد الشر، ده لازم تجري على الطوارئ، لان في حقنه معينه لازم الطفل ياخدها ساعتها توقف الحساسيه. ربنا يحفظ ولادنا. دي حاجه نادره قوي، التحسس بشكل عام حاجه نادره، بس دلوقتي مع رش الاكل يعني الحاجات اللي بنشوفها في الخضار مبقاش كله يعني صحي، فساعات الاولاد بيتحسسوا منه. السؤال اللي بعد كده اللي انتوا دايما بتسالوا عليه، قوام الاكل يبقى عامل ازاي؟ اول ما البيبي يبتدي، لو انت هتاكلي في الرابع، انا عاوزه قوام الاكل يبقى زي الزبادي التقيل قوي اللي ماسك نفسه. بصي انا جايبه لك مثل علشان تشوفي، اوكي؟ حتى يعني عاملاه ناعم لبنتي مع ان بنتي بتاخده اخشن من كده. بصي المعلقه فين، ما بتقعش، هتقع بس بالراحه. المشكله ان انتوا بتعملوا ايه، بتضربوا الاكل في الخلاط، فلما بتضربي الاكل في الخلاط الاكل ما بيبقاش كده، الاكل بيبقى سايب وغصب عنك، انت بتبقي تعملي كميه صغيره والخلاط مش هيرضى يشتغل، فبتضطري تحطي لها شويه ميه كتير، فالاكل ما بيبقاش بالسمك كده، الاكل بيبقى ايه سايب. فالطفل بيتعود ياخد ايه ميه، لما بيتعود على الميه كتير او الحاجه السايبه كتير، تيجي بعدين تتعبي بصعوبه جدا عشان تاكليه الاكل العادي. لا، انا عاوزه في الرابع يبقى ده قوام الاكل. لو عايزه تاكدي ان اكلك مظبوط، حطي كده قعر المعلقه، المفروض يسيب علامه في الاكل. لو سايب علامه في الاكل من قعر المعلقه تحت، يبقى انت كده ايه، هو ده القوام الحلو. ما تخافيش، الطفل هيبلعه عادي لان هو كتله ما فيهوش اي كلاكيع، بس هيعود يشغل الفك وتخشني الاكل واحده واحده. على السادس الاكل، طبعا الرابع ده انت بتعملي الكلام ده ازاي؟ يا اما بتجيبي البلندر، يعني لو عندك في البيت هتساعدك ان انت تعمليه، او تحطي على الاكل بعد ما جهزتيه معلقه صغيره من ميه السلق بتاعته، اوكي، وتهرسيه بالشوكه. يعني ميه السلق هتساعدك شويه انك تهرسيه، تهرسيه بالشوكه، او ممكن تهرسيه بقعر كوبايه. القعده بتاعت الكوبايه اسهل لك شويه لان ساعات الشوكه بتبقى عايزه بقى عضلات. هو ده البيوريه اللي انا عاوزاه في الرابع. في السادس ممنوع بقى لا بلندر ولا خلاط، في السادس انا عاوزه من حضرتك الشوكه وتهرسي هرس، او لو في فاكهه تجيبيها كده زي الموزه مثلا تقطعيها وتفرفتيها بصباعك بس ما يبقاش فيها اي كلاكيع، وتديها للبيبي هياكلها عادي جدا. انا عاوزاه يوصل على الثامن انه يبقى بياخد فينجر فود. يعني ايه فينجر فود؟ يعني اكل بيمسكه بصباعه ويقعد يمصمص فيه. عاوزاه على التاسع يبقى بياكل اكل زينا، يعني ممكن اعمل له رز زي الرز اللي بناكله في البيت، ممكن ياكل لسان عصفور زينا عادي، ممكن يمسك مكرونه البنه دي اللي هي الاقلام وياكل منها عادي. خلاص، فاحنا هنخشن الاكل. السؤال اللي بعد كده، عدد الوجبات اللي اديها للطفل قد ايه وانا ببتدي؟ عاوزاكي في الاول تبتدي بالفطار بس. ليه؟ لان انت لسه اصلا ما عندكيش اختيارات كتير، انت لسه بتبتدي بسم الله الرحمن الرحيم الاكل. قدامك على الاقل 10 ايام تجارب، في مثلا على ما يبقى معاكي صنفين او 3 بداتي تدخليهم، وهقول لكم على الترتيب. فانت الاول بتدي الفطار اللي هو مثلا على 10 الصبح بدري. خلاص، بتجربي الاول بمعلقه صغيره او معلقتين، عايزه اوريكم المعلقه، انا اوريدي وريتها لكم. بتجربي
بمعلقه او معلقتين من الاكل بس. في الاول خالص الطفل اصلا مش هياكل، الطفل هيستطعم، الطفل لسه هيعلم نفسه ان اللسان بيدخل لجوه واحنا بناكل. في الاول هيزق الاكل بلسانه لبره، فهم في الاول بيتفتفوا اكشولي ما بياكلوش. فاول 10 ايام يا دوبك على قد الفطار كفايه قوي. طبيعي الطفل ما ياكلش غير معلقه واحده او معلقتين صغيرين، انت كده عظيمه. بعد 10 ايام هتبتدي تدخلي العشاء. ليه؟ لان هيبقى عندك اصناف جربتيها في الفطار تقدري تنزليها العشاء. دايما اي صنف جديد بتجربيه لازم يبقى في الفطار، عشان يبقى عندي فتره طويله بالنهار الاحظ لو بعد الشر في اي تحسس، ما نامش وانسى بقى البيبي يحصل له تحسس وانا مش دريانه بعد الشر. فانتي هتبتدي بعد 10 يوم تدخلي الفطار العشاء. هتدخلي ايه في العشاء؟ هتدخلي برضو معلقه او 2 من صنف انتي اوريدي عاملاه في الفطار، واحده واحده. اوكي، يعني مثلا ممكن نقول لو انت بتاكلي من الرابع والخامس هيبقى عندك وجبتين. لو انت بتاكلي من السادس يبقى السادس كله انت بتحلمي يعني في السادس ان انت لغايه السادس ونص السابع يبقى عندك وجبتين. تقدري تدخلي وجبه ثالثه، تقدري تدخلي وجبه ثالثه اللي هي وجبه الغدا. تقدري تدخليها مجرد، مش لازم على فكره بروتوكول انها تدخل بعد شهرين من الاكل خالص. طالما حاسه ان ابنك مستعد، انت ممكن بعد ما تبتدي تدخلي العشاء باسبوع ولا 2 تلاقي نفسك بتدخلي كمان الغدا، فيبقوا 3 وجبات. المهم ال3 وجبات دول لما اوصل التاسع يبقوا 3 بس مش اكتر، لان في امهات بتاكل كتير قوي طول اليوم فاللبن بينشف. فانا عاوزاهم 3 وجبات، وفي نفس الوقت عاوزاهم على ما نوصل التاسع يبقوا 3 وجبات كاملين. هو ده هدفك، علشان من التاسع للسنة انا مش عاوزاهم بس يبقوا 3، انا عاوزة ان شاء الله اوصل بيهم ل4 أو 5 وجبات، لاني هدخل 2 سناك من التاسع.